حسن شاكوش النهارده نشر فيديو على صفحته علشان يحكي فيه عن السبب الحقيقي لانفصاله من ريم طارق. حسن بدأ الفيديو قال: انا طالع النهارده علشان ارد على الست اللي كانت مراتي. انا عمري ما جبت سيره بنت ولا خضت في عرض بنت، وده لاني متربي على كده اولا. ثانيا بقى ان معظم اللي بيسمعوني بنات، وبنات مصر كلهم خط احمر، خصوصا لما يبقى حد زي متربي في منطقه شعبيه وراجل صعيدي. ثالثا لاني انا كنت في يوم من الايام الراجل بتاعها وزوجها، ورغم الاهانات اللي توجهت ليا والاهلي برضه ما طلعتش ارد واتكلم ومنعت اي حد من اهلي يتكلم، لكن انا ليا حق الرد. وزي ما بنحترم الستات وبنات الناس لازم هم كمان يحترمونا، وكفايه كده ولازم تسمعوا من الطرفين. هي بتقول ان سبب الطلاق حاجه ما ينفعش تتقال، وانا بقول لها قوليها يا ستي وخلصينا. واللي انا كنت عايزه اتكلم فيه وسكت عنه حاجات ما ينفعش اقولها عن واحده كانت في يوم من الايام مراتي وشايله اسمي. ده انا منعت البرامج كلها اللي كانت عايزاني اتكلم عن الست اللي كانت مراتي، ورفضت كل اللقاءات. لكن انا برضو عندي كرامه وعندي شرف، والكلام اللي اتقال عليا ما يرضيش ربنا. انا اتجوزت 55 يوم. ثانيا طليقها قال كل حاجه انا ممكن اتكلم فيها، اللي ممكن اقوله عليها هتعرفوه لو رجعتوا فيديوهات طليقها اللي ما قدرش يستحملها شهر واحد، ده بالاضافه للي عملوه فيه اهلها من بهدله ورفع قضايا. الشاب ملوش ذنب فيها، وذنبه الوحيد ان اتجوز بنتهم. وانا مش هزود عن اللي قاله طليقها، لان انا راجل بحترم نفسي وجمهوري، ولسه بحافظ على اسرار بيتي اللي هي كانت شريكتي في يوم من الايام فيه، ومش هقول اكتر من كده. مع احترامي للجميع والكل اللي بيطالبني بالرد، الرد موجود على لسان طليقها السابق، وربنا يستر على ولايانا. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.